كلنا تقريبا عندنا ذكريات مع ألعاب استخدمنا فيها النرد، سواء كنا صغيرين أو حتى وإحنا كبار. المكعب الصغير ده اللي دايما كنا بنمسكه بحماس ونرميه على الطاولة، بنستنى الرقم اللي هيحدد مصيرنا في اللعبة. لكن عمرك فكرت إن الحكاية دي مش مجرد لعبة؟ النرد ده كان جزء من تاريخ طويل بدأ من آلاف السنين في حضارات قديمة زي مصر والعراق والهند، وفضل يتطور لحد ما بقى بالشكل اللي احنا نعرفه النهاردة. الغريب كمان إن النرد ما كانش مقتصر على اللعبة بس، ده كان بيستخدم في حاجات غريبة جدا زي التنجيم واتخاذ القرارات وحتى تحديد المصير في الحروب. يعني المكعب البسيط ده كان ليه تأثير كبير على ثقافات وحضارات مختلفة. أهلا بيكم ويلا بينا نتعرف على النرد. النرد قصته قديمة جدا، بترجع لأكتر من 5000 سنة. البداية كانت مع السومريين في بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق دلوقتي. زمان كانوا بيستخدموا حاجات بدائية زي عظم الحيوانات الصغيرة وخصوصا عظم الرجلين، وكانوا بيحفروا عليها علامات بسيطة بتمثل الأرقام أو الرموز. والفكرة كانت إنهم بيستخدموها مش بس للعب، لكن كمان لاتخاذ قرارات كبيرة في حياتهم، زي تحديد وقت الزراعة أو اختيار القادة اللي هيقودوا المعارك. أما في مصر القديمة الحكاية كانت مختلفة شوية. الفراعنة طوروا استخدام النرد في ألعابهم زي لعبة سينات اللي كانت بتعتبر لعبة ملكية بيحبوها الملوك والكهنة، واللعبة دي مشهورة لأنها بتجمع بين الحظ والاستراتيجية، والنرد كان بيلعب دور أساسي فيها لأنه بيحدد خطوات اللاعبين على اللوحة. النرد كمان كان موجود في الهند القديمة، وكان ليه دور في ألعاب تقليدية زي لعبة اسمها باجاهاتا، ودي كانت بتعتمد على النرد في تحريك القطع. وعلى فكرة في كتابات هندية قديمة بتوضح إن النرد كان بيرتبط بحكايات أسطورية وأحيانا حتى بطقوس دينية. بس الفكرة الأغرب بقى إن النرد ما كانش مجرد وسيلة تسلية، ده كان جزء من الثقافة والروحانيات في معظم الحضارات القديمة، والشعوب دي كانت بتعتبره أداة للتواصل مع الآلهة أو حتى لمعرفة المستقبل. وده بيعكس قد إيه النرد كان ليه قيمة أكبر من مجرد لعبة بسيطة. النرد في البداية كان شكله بدائي جدا ومختلف تماما عن اللي بنشوفه النهاردة، ومع مرور الوقت ومع تطور الحضارات شكله بدأ يتغير. المصريين القدماء كانوا أول ناس يحاولوا يخلوه أكتر دقة، فبدأوا يصنعوه من العاج أو الأحجار الكريمة. والنرد في مصر كان معمول بعناية، وغالبا كان بيخص الملوك اللي كانوا بيستخدموه في اللعب زي سينات. وفي الحضارة الصينية النرد خد خطوة مختلفة خالص. الصينيين مش بس غيروا شكله، لكن كمان ضافوا له أبعاد جمالية، كانوا بينقشوا عليه رموز وأرقام بأشكال دقيقة جدا، وده خلاه جزء من ألعاب الحظ والتقاليد الصينية. والنرد في الصين بقى مش مجرد أداة لعب، لكن كمان وسيلة لعرض مهارات النحت والجمال. أما في العصور الوسطى في أوروبا النرد أخد شكله الحديث، وقتها بقى مكعب بالكامل مع أرقام من 1 ل6 متوزعين. والأوروبيين كانوا مهتمين جدا بأنهم يعملوا نرد دقيق ومثالي علشان الألعاب اللي بتعتمد عليه تكون عادلة، وده خلى الحرفيين وقتها يستخدموا أدوات بدائية علشان يقيسوا الزوايا ويوزعوا الأرقام بشكل متساوي. ومع تطور العلوم والهندسة فكرة التوازن والدقة في تصنيع النرد اتقدمت أكتر، فبدأ الحرفيين يستخدموا خامات متطورة زي النحاس والبرونز وبعد كده البلاستيك في العصر الحديث، عشان يضمنوا إن النرد يدي فرص متساوية لكل رقم يظهر لما يتلعب بيه. وده معناه إن النرد ما بقاش مجرد أداة عشوائية، لكن كمان نتيجة لتطور علمي وحرفي كبير. ودلوقتي النرد مش بس أداة للعب، لكنه بقى كمان تحفة فنية، لدرجة إن بقى فيه نرد مصنوع من الإزاز، ونرد بينور في الضلمة، ونرد بأشكال وألوان مختلفة غريبة جدا. والتطور ده بيحكي قد إيه النرد قدر يفضل موجود ويواكب كل عصر، من حضارات بدائية لحد أحدث الألعاب. النرد رغم بساطته بقى جزء أساسي في ألعاب كتيرة جدا على مر العصور، كل لعبة استخدمته بطريقتها الخاصة. وعشان كده تعالوا نتعرف على بعض الألعاب اللي بتتلعب بيه. أول لعبة طبعا هي الطاولة، ودي واحدة من أقدم الألعاب اللي بيعتمد فيها النرد بشكل أساسي. اللعبة بدأت من حوالي 5000 سنة وظهرت أول مرة في حضارات زي بلاد فارس ومصر القديمة. اللعبة دي مش بس بتحتاج حظ، لكن كمان ذكاء واستراتيجية، والنرد هنا بيحدد تحركات القطع على اللوحة، وده اللي بيخلي كل رمية للنرد مليانة توتر وإثارة. كمان الطاولة لسه لعبة شعبية جدا في الشرق الأوسط وبلاد البحر المتوسط، وغالبا بتلاقيها في القهاوي خصوصا في مصر ولبنان وتركيا. تاني لعبة معانا هي بنك الحظ، اللي كلنا لعبناها واحنا صغيرين، واللعبة دي دايما كانت سبب ضحك ومشاكل في نفس الوقت. والنرد هنا هو اللي بيحكم اللعبة بالكامل. ممكن رمية واحدة تخليك توصل لمكان مليان فلوس وتشتريه، أو تنزل في مكان يضيع كل اللي عملته وتفلس خالص.
وبالنسبة للعبة التالتة بقى فهي هتكون السلم والتعبان، ودي لعبة بسيطة جدا لكن ممتعة للأطفال. النرد هنا بيحدد خطواتك على اللوحة، بس المفاجآت هي اللي بتخلي اللعبة ممتعة. يعني ممكن تطلع رقم يخليك تطلع سلم وتوصل للقمة بسرعة، أو تخبط في تعبان وترجع خطوات ورا. اللعبة دي ظهرت لأول مرة في الهند القديمة، وكانت بتعبر عن فكرة الصعود والسقوط في الحياة. طبعا لاحظنا ان النرد مش بس أداة للعب، ده كمان كان ليه دور مهم جدا في اتخاذ القرارات المصيرية على مر التاريخ. وفكرة انك ترمي قطعة صغيرة وتسيب الحظ يحدد النتيجة دي كانت موجودة في ثقافات كتير جدا. يعني الشعوب القديمة كانت بتؤمن ان النرد مش مجرد لعبة، لكن وسيلة للتواصل مع القوى العليا او الآلهة. واليونانيين كانوا بيستخدموا النرد كأداة لاستشارة الآلهة. مثلا لو حد عاوز يسافر او ياخد قرار مهم زي الجواز او انه داخل حرب، كان بيرمي النرد، والرقم اللي بيطلع كان بيعتبر إشارة من الآلهة. والأساطير بتقول إن الآلهة نفسهم استخدموا النرد علشان يقسموا الكون بينهم، وده بيعكس قد إيه النرد كان ليه مكانة رمزية. بس دي أساطير يا جماعة، أساطير. وفي أوروبا خلال العصور الوسطى النرد كان وسيلة لاتخاذ قرارات سريعة، زي لو مجموعة عساكر مش عارفين مين اللي يبدأ المهمة الأخطر في المعركة كانوا بيرموا النرد، والشخص اللي يطلع له أعلى رقم هو اللي بيتحمل المسؤولية. وكمان الملوك كانوا بيستخدموا النرد أحيانا علشان ياخدوا قرارات في خلافات معينة، وده كان بيعكس إيمانهم بفكرة الحظ كعنصر أساسي في الحياة. وفي الحروب النرد كان بيستخدم لتحديد خطط معينة أو توزيع المهمات بين العساكر، والجنرال ممكن يسيب قرار حاسم لرمية نرد، وده بيبين قد ايه كانوا بيعتمدوا عليه حتى في اصعب المواقف. وفي الازمنة القديمة النرد ما كانش بس للقرارات الجدية، لكنه كمان كان جزء من العاب الحظ اللي الناس بتلعبها في السهرات. وفي المجتمعات البدوية والريفية الناس كانوا بيقضوا اوقاتهم في لعب الزهر، والنتيجة كانت احيانا بتتحول لقرارات اجتماعية زي مين يدفع الحساب او مين يبدأ الشغل في اليوم التاني. حتى في العصر الحديث النرد لسه عنصر اساسي في العاب الحظ زي كرابس اللي بتبقى في الكازينوهات، واللعبة دي قايمة بالكامل على رميات النرد، وكل رمية ممكن تقلب الطاولة بالكامل. النرد كمان بقى أداة رمزية في أفلام ومسلسلات كتير، بنشوف أبطال بيستخدموه لحسم قرارات كبيرة، وده بيعبر عن فكرة إن الحظ ليه كلمة مهمة في حياتنا. الجميل في النرد إنه أداة صغيرة جدا لكن تأثيره كبير جدا، سواء في اللعبة أو حتى في القرارات اللي بتغير مصير ناس أو شعوب بالكامل. مع تطور التكنولوجيا صناعة النرد بقت أكتر دقة وإبداع. دلوقتي النرد بيتصنع من مواد مختلفة زي البلاستيك والإزاز والمعدن، وفي نرد شفاف عليه أشكال جميلة، وفي نرد بينور في الضلمة. وكمان الألعاب الرقمية خدت النرد لمستوى جديد، بقى في نرد افتراضي في ألعاب الكمبيوتر والموبايل بس بنفس الإحساس التقليدي. يعني النرد ده مش مجرد مكعب صغير، ده قطعة مليانة تاريخ وثقافات مختلفة. فاكر لما كنت بتسأل نفسك إزاي مجرد مكعب صغير بيحدد مصيرك في اللعبة؟ الإجابة ببساطة لأنه واحد من أقدم أدوات الحظ واللعب في العالم. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.